السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا شابتر 10 من كتاب جروبنج الجوريثم. الشابتر ده بيتكلم عن الكي نيرست نيبرز الجوريثم، وده هيكون اخر الجوريزم ناخده سوا، وهيكون اول الجوريزم ماشين ليرنينج ناخده سوا. احنا دلوقتي في شابتر 10، الكتاب قرب يخلص يعني، فندخل بقى في الماشين ليرنينج، نتعرف على الماشين ليرنينج شويه. وشابتر 11 اكشلي ما فيهوش الجوريزم. شابتر 11 هو الحاجات اللي احنا ممكن نتطرق لها بقى من هنا، اللي هو خلاص احنا اتعرفنا على الالجوريزمز بقى، ايه الحاجات اللي ممكن نتعلمها بعد كده. اوكي، فخلينا نشوف شابتر 10 بيقول ايه. كالعاده انا ادي الشريف اللي هتكلم معاكم في الكتاب ده، وتعالى نشوف كده هناخد ايه النهارده. هناخد كي نيرست نيبر الجوريزم. الكي نيرست نيبر الجوريزم ده زي ما قلنا من شويه هو اول ماشين ليرنينج الجوريزم. هنشوف بيشتغل ازاي وبيساعدنا ازاي ان احنا نطلع حاجه مفيده من الداتا اللي عندنا. عشان نستخدم كي نيرست الجوريزم محتاجين ناخد مجموعه كبيره من الداتا ونطلع منها شويه فيتشرز عشان نقارن الفيتشرز دي ما بينها وبين بعض. فلازم طبعا نختار فيتشرز كويسه، فعايزين نشوف الفيتشرز دي بنطلعها ازاي، او ازاي بنسلكت جود فيتشرز عشان نستخدمها في الالجوريزم. تمام. الكي نيرست نيبور هو الجوريزم عموما يعني مهتم بحته الكلاسيفيكيشن، لكن برضه ممكن نشتغل في ريجريشن. هنعرف بقى يعني ايه كلاسيفيكيشن يعني ريجريشن، دي كلها اشكال من الماشين ليرنينج، وهنعرف ازاي نستخدم الكي نيرست نيبور عشان نبريدكت او عشان نستعمله في ريجريشن. غير كده هنبص بصه على اشكال تانية من الماشين ليرنينج اصلا، او اشكال تانية ممكن نستخدم فيها الجوريزمز تانية في الماشين ليرنينج. هنشوف مثلا الجوريزم زي النايف بيز، وهنشوف الجوريزمات تانية كتير. فتعالى كده نبتدي. اول حاجه الكي نيرست نيبور. اول حاجه عايزين نقولها في الجوريزم الكي نيرست نيبر، اللي هو ايه اصلا الجوريزم الكي نيرست نيبر. الكي نيرست نيبر هو الجوريزم بيساعدني اعرف لو انا معايا حاجه معينه، الحاجه دي تقع وسط انهي كلاس من الكلاسز اللي موجوده عندي. ازاي يعني؟ مدينا مثال بسيط جدا في الكتاب، بيقول لك ان انا لو معايا نوعين من الفاكهه، معايا برتقان ومعايا جريب فروت. فانا معايا البرتقان، انا عارف ان البرتقان بيبقى حجمه الى حد ما مقارنه بالجريب فروت بيبقى اصغر، ويبقى لونه مدي على اصفر شويه، في حين الجريب فروت بيبقى اكبر ولونه مدي على احمر شويه. فاهو يعني دي نوعين مختلفين تماما عن بعض. تمام. فانا دلوقتي جبت ثمره فاكهه جديده. ثمره الفاكهه الجديده دي انا عايز اعرف هي تنتمي لانهي جروب فيهم. فانا بعمل كده ازاي؟ الكينيرست نيبر كالجوريزم يعني له 4 خطوات معروفين. بيقول لك اهو، انا لو عايز اعرف حاجه معينه تنتمي لانهي مجموعه من اللي عندي، هعمل لها 4 خطوات. اول حاجه هعمل جراف احط فيه الداتا اللي موجوده عندي اصلا، اهو هعمل جراف واحط فيه الداتا اللي موجوده عندي. مثلا دلوقتي عندي برتقان وجريب فروت، فهحطهم في الجراف وهنشوف ازاي. بعد كده هحط النيو داتا اللي عندي، هشوف النيو داتا اللي عندي دي اللي هو الفاكهه الجديده اللي انا جبتها، احطها كمان في الجراف، اشوف هي بتوزع فين في الجراف، تبع انهي داتا، دي ولا دي. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بشوف اقرب نيبرز ليها او النيرست نيبرز بتوعها. بشوف مثلا اقرب 2 او اقرب 3 او اقرب 5 او اقرب 10 او اقرب كي نيرست نيبرز ليها. عشان كده اسمه كي نيرست نيبر، عشان هو مش ملزوم بعدد معين، لا هو العدد ده انت اللي بتختاره على حسب الشغل بتاعك او على حسب المثال بتاعك. اوكي. وبعد ما اشوف الكي نيرست نيبر بتاعي، بشوف مجمل النيبرز دول بيقعوا في انهي جروب، وبقول مثلا ان الفاكهه بتاعتي تبع الجروب ده. اوكي. فتعالى مثلا نشوف المثال ده على ايه، على البرتقال. المثال ده على البرتقال والجريب فروت تاني هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ان انا هرسم الجراف بتاعي بالمنظر ده. احنا من شويه وزعنا الجريب فروت والبرتقال على اساس حاجتين، على اساس اللون وعلى اساس الايه، الحجم. فتعالى هو عندنا جراف اللون وجراف الحجم. فانا هاجي احط البرتقال بتاعي، هتلاقي ان البرتقال بتاعي زي ما قلنا هو اصغر ولونه ايه، مدي على اصفر شويه، فهيبقى في الناحيه دي من الجراف. ونيجي نحط الجريب فروت بتاعنا، هتلاقي ان هو اكبر ومحمر اكتر، فتلاقي ان هو في الناحيه دي من الجراف. طيب لو عايزين بقى نحط الداتا الجديده بتاعتنا الداتا الجديده بتاعتنا كان حجمها الى حد ما وسط، ولونها الى حد ما برضو ايه، وسط بس ايه، مايل على اصفر شويه. فهتلاقي انها جايه كده. اوكي، جايه كده. فدلوقتي اهو انا رسمت الداتا بتاعتي ورسمت داتا جديده، فاضل ايه؟ فاضل ان انا اشوف اقرب نيبرز للداتا اللي انا رسمتها جديده دي. طيب احنا هناخد كام نيبر؟ احنا هناخد في المثال ده مثلا 3. هنشوف اقرب 3 نقط للنقطه بتاعتي. فاروح اعمل ايه؟ اخد اقرب 3 نقط ليها. هلاحظ ان اقرب 3 نقط ليها عباره عن برتقانتين وواحده جريب فروت. فبالتالي اقرب نيبرز ليها او الكي نيرست نيبر بتوعها معظمهم برتقان، فاذا النقطه بتاعتي تلقائي بصنفها على انها ايه، برتقان. فده كده الجوريزم الكي نيرست نيبر. مش اي حاجه صعبه، هو بكل بساطه انا بعمل ايه، ان انا برسم جراف بحط عليه الداتا بتاعتي. بعد كده اي داتا جديده بتجيلي بحطها في الجراف ده، بشوف اقرب حاجه ليها واعمل ايه، واصنفها على اساسه. تمام. تمام. طيب ده مثال صغير وسهل وجميل، سهل ان هو يتفهم. في مثال تاني اكبر منه في الكتاب، وده مثال واقعي شويه، يعني مثال متطبق في الحياه الواقعيه شويه. المثال ده بيقول لك ايه؟ المثال ده بيقول لك لو انت مثلا نتفليكس، بلاش يا سيدي نتفليكس، لو انت انغامي، لو انت سبوتيفاي، لو انت يوتيوب، او اي موقع بيقدم مثلا خدمه فيديوهات او اغاني او حاجه زي كده للمستخدمين. فالحاجات دي كلها بتتاثر بالايه، بالجونر او بالنوع بتاعها. يعني مثلا لو احنا مثلا بنتكلم في افلام، ففي افلام رعب وافلام اكشن وافلام كوميدي وافلام رومانسيه وافلام دراما وافلام مش عارف ايه ومش عارف ايه، في حاجات كتير قوي. فانت كيوزر جديد واحد لسه بادئ يستخدم البرنامج، انا هستعرض لك ايه او هريكومند لك ايه، او في الهوم بيج بتاعتك هحط لك ايه؟
اكيد مثلا لو انا فتحت الهوم بيج بتاعتي مثلا على برنامج زي يوتيوب مثلا، غير الهوم بيج بتاعتك، غير بتاعت فلان، غير بتاعت علان، لان كل واحد فينا له ذوق معين وبيشوف حاجات معينه، فهي دي حاجات تطلع له على الهوم بيج. فحاجه زي دي بيعملوها ازاي؟ بيعملوها باستخدام الريكومندر سيستم. الريكومندر سيستم ده بكل بساطه ان هو عنده زي ما تقول كده جراف لليوزرز، بيحط اليوزر بتوعه في جراف. بعدين لما يجي يوزر جديد بيساله شويه اسئله، بيقول له مثلا انت بتحب ايه؟ انت مثلا بتحب الحاجه دي، بتحب الحاجه دي، طب تقيم ده من كام، تقيم ده من كام، يقعد كده يفرجوا على شويه حاجات اول كام يوم، تاني يوم، تالت يوم كده، يبدا يشوف استخدامه ويشوف استهلاكه ويشوف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه. بعد كده بقى عنده تصنيف لليوزر ده، فيقدر يحطه على الجراف هو كمان. فلما يحطه على الجراف هو كمان يبدا يشوف اليوزرز اللي حواليه، فمثلا بياخد له الكي نيرست نيبور اللي حواليه، اللي هم مثلا اقرب خمسه له، مثلا في المثال ده كانوا واخدين خمسه، ويشوف الخمسه دول بيحبوا ايه، ويريكومند نفس اللي هم بيحبوه للشخص الجديد ده. ده بكل بساطه ريكومندر سيستم، اللي هو ان انا عندي مجموعه يوزرز موجودين، انا خلاص موزعهم في مجموعات، او هم خلاص باينين، انا عارف كل واحد فيهم بيحب ايه وما بيحبش ايه، ومتوزعين بشكل معين على الجراف. جه يوزر جديد، انا هبدا اتابعه اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، او بلاش اتابعه، ممكن اخليه اول ما يدخل يقيم لي شويه حاجات ويشوف شويه حاجات ويديني تقييماتها، عشان اعرف احطه على الجراف مع اليوزرز التانيين. واول ما احطه مع اليوزرز التانيين، انا خلاص انا عرفت ان هو تبع المجموعه دي او تبع الحاجات دي، فاذا هو بيحب واحد واثنين ثلاثه وما بيحبش واحد اثنين ثلاثه، فابدا ريكومند له الحاجات اللي هو بيحبها. بس بكل بساطه ده في مثال واقعي، واقدر استعمله بجد مع حاجه زي ما قلنا نتفليكس، يوتيوب، انغامي، سبوتيفاي، الحاجات دي كلها. تمام تمام. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا. احنا عمالين نقول نحط الناس على جراف، نحط الناس على جراف، نحط الناس على جراف، نحط الناس على جراف ازاي؟ ازاي اقدر اخد شويه بني ادمين كده بشويه مثلا رغباتهم في الافلام او المسلسلات او الفيديوهات او غيره، واحطها على جراف؟ هعملها ازاي؟ تعالى نرجع لمثال الايه، البرتقال. تعالى كده الاول نخش على الفيتشر اكستراكشن اهو. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نطلع فيتشرز من البرتقال عشان نقدر نرسم البرتقال ده على جراف كنقط في ايه، في المستوى الاحداثي. فنعمل ازاي؟ بيسال نفسنا سؤال اهو، ان احنا ازاي نرسم او ازاي نطلع فيتشرز مفيده من البرتقال. قال لك احنا عايزين مترك او حاجه نقدر نقيسها عشان نعرف لو في حاجتين قريبين لبعض او لا. فاحنا مثلا في البرتقال او الفاكهه قلنا ممكن يكون الحجم او اللون. ازاي؟ او الحجم واللون عادي الاثنين سوا. يعني مثلا احنا ممكن مثلا نقول ان الفاكهه الصغيره برتقال، الفاكهه الكبيره جريب فروت، الفاكهه لونها مصفر برتقال، الفاكهه لونها محمر جريب فروت. طيب بالنسبه للاشخاص، بالنسبه للاشخاص في حاجه زي برنامج مشاهده فيديوهات او مشاهده افلام، احنا ممكن نشوف كل شخص بيحب ايه، او كل شخص مثلا نخليه يقيم مجموعه افلام في جونرز متعدده او فئات متعدده، واحنا نطلع له من خلالها سكور، او نحسب له مثلا تقييماته في ايه، في المجال، في الفئات المعينه دي، ونعتبر هو ده الفيتشرز بتاعته. تمام. فبعد كده نشوف اهو بيقول لك for people we can give them a score based on the movies they like. طيب انت مثلا هتخلي كل يوزر مثلا يقيم مجموعه افلام في فئه الكوميديا وفئه الدراما وفئه الاكشن وفئه الرعب وفئه الرومانسيه وفئه الخ 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 الخ، لحد ما انت تطلع له بتقييم لليوزر ده، او تطلع بمجموعه نتائج لليوزر ده. النتائج دي هي اللي تقدر ترسم بيها اليوزر على جراف. تمام تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بما ان انا بقى عندي داتا اقدر ارسم بيها اليوزر على جراف، اعمل ايه؟ استعمل حاجه اسمها distance formula عشان اميجر هاو كلوز they are to each other، يعني عشان اشوف النقط اللي في المستوى الاحداثي دي قريبه لبعض قد ايه. تعالى نرجع لمثال البرتقال. لو احنا عايزين مثلا عندنا ايه، ثلاثه فاكهه زي ما هم مرسومين في الكتاب كده، ثلاثه فاكهه، عندنا فاكهه هي صغيره، وفاكهه ثانيه صغيره، وفاكهه ثانيه كبيره شويه. اول واحده درجه اللون بتاعتها 2، اللي بعدها 1، اللي بعدها 4. فاحنا ازاي نرسم الفاكهه دي على المستوى الاحداثي؟ احنا قلنا هو خدنا 2 فيتشر صح، فاحنا محتاجين مستوى احداثي في بعدين، فهنرسم البعد السيني والبعد الصادي، واحد فيهم هيبقى عليه السايز والتاني فيهم هيبقى عليه الايه، الكلر. فلو جينا نرسم الفاكهه هنلاقي ان الفاكهه الاولانيه اهي، الفاكهه الثانيه اهي فوقيها بشويه، الفاكهه الثالثه تلاقيها بعيده عنهم لان هي اصلا يعني ارقامها اكبر منهم بكتير، فاكيد انها تبقى بعيده. فانت بالنظر كده، انت بالنظر عارف ان الاثنين دول قريبين من بعض ومتشابهين مع بعض بغض النظر هم طلعوا ايه كفاكهه، عارف ان هم متشابهين لبعض، وعارف ان الثانيه دي مختلفه عنهم. طيب عايزين نثبتها بقى رياضيا، نثبتها ازاي؟ نثبتها رياضيا بحاجه اسمها البيثاغوريان الجوريزم. البيثاغوريان الجوريزم دي بيسموها احيانا اليوكليديان ديستانس، اللي هي ايه، اللي هي نظريه فيثاغورس بتاعت المسافه. نظريه فيثاغورس بتاعت المسافه دي جايه من علم المثلثات، اللي هي بتقول لك، اللي هي بتقول لك إن شايف النقطتين دول اللي انت عايز تجيب المسافه بينهم، افترض ان انت مش عايز تجيب المسافه بين نقطتين، افترض انت عايز تجيب طول وتر والنقطتين دول اطراف الوتر. طب بقيه المثلث فين يا ابن الحلال؟ بقيه المثلث اهو. شايف انت لو مديت الخط ده بالعرض كده ومديت الخط ده بالطول كده، هيطلع لك ان في مثلث اهو قائم الزاويه، تمام، وده الوتر بتاعه. فانت عايز تجيب طول الوتر. طب طول الوتر بيتحسب ازاي؟ بيتحسب بالمعادله اللي احنا خدناها كلنا واحنا في اعدادي، اللي هي تعمل جذر كبير كده تكتب بعديه x1 ماينس x2 الكل سكوير زائد y1 ماينس y2 الكل سكوير. تمام. ده معادله طول الوتر. فانت عايز تجيب طول الوتر، فهتجيب طول الوتر يطلع لك رقم. فانت طبعا كل ما الرقم ده زاد كل معناه ان الوتر بقى اكبر،
معناه ان النقطتين دول بعدوا عن بعض جدا. فلو تيجي كده تبص هتلاحظ ان النقطتين اللي جنب بعض دول المسافه بينهم صغيره جدا، لكن تيجي تشوف النقطه البعيده دي مع اي واحده فيهم هتلاحظ ان المسافه بينها ايه كبيره جدا. فانت تعرف ايه، تعرف ان النقطتين دول شبه بعض والنقطتين دول مختلفين عن الثالثه دي. طيب حلو قوي. طيب بالنسبه للاشخاص بقى هنعمل الكلام ده ازاي؟ بالنسبه للاشخاص هنعمل نفس الكلام بالظبط. مش احنا قلنا هنخلي كل واحد يقيم مجموعه افلام في فئات كتير بعدين نحسب له السكور بتاعه منهم؟ اهو نفس الفكره. في البرتقال احنا خدنا 2 فيتشرز بس او مميزاتين بس. بالنسبه للبشر هناخد مثلا 5 فئات افلام، هناخد رعب وكوميديا ودراما واكشن ورومانسيه. فنخلي كل واحد يقيم مجموعه افلام اهو. ادي فلان الاولاني هيقيم مجموعه افلام، فلان التاني هيقيم مجموعه افلام، فلان التاني هيقيم مجموعه افلام. بعد كده هتلاحظ ان كل واحد فيهم طلع لي 5 ارقام. فانا عشان ارسمهم مش هحتاج بقى ايه مقياس رسم ثنائي الابعاد، لا هحتاج مقياس رسم خماسي الابعاد، واحنا كبشر ما نقدرش نتخيل حاجه زي دي اصلا، ولا نقدر نرسمها حتى على الكمبيوتر. فاحنا ما نتخيلهاش، لكن ستيل نقدر نحسب لها مسافه. اللي هي ازاي نحسب لها؟ بنفس قانون البيثاغوريان الجوريثم او اليوكليديان ديستانس، بس بدل ما هي كانت اكس وواي بس، لا هتبقى اي بي سي دي اي اف وكده. هتبقى الفيتشرز اللي عندنا كلها كل واحده الاولانيه ناقص الثانيه سكوير، زي الاولانيه ناقص الثانيه سكوير، زي الاولانيه ناقص الثانيه سكوير، لخ 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 لخ، وكل ده تحت الجذر زي ما انتم شايفين القانون قدامكم كده. فتيجي تحسب المسافه بتاعت الثلاث اشخاص بتوعنا، تلاقي ان اول اتنين المسافه ما بينهم قليله جدا، تقريبا 1 أو 2. وتيجي تحسب مثلا الشخص الاولاني مع الثالث تلاقي ان المسافه بينهم 24 تقريبا. وده لو جيت تبص على التقييمات بتاعتهم هتلاحظ ان هو فعلا صح، ان اول اتنين بيقيموا تقريبا تقييمات متشابهه، بيعلوا سوا وبينزلوا سوا. لكن التالت ده لا، ده تلاقي مثلا ان هما الاتنين عاليين وده مدي تقييم منخفض، وده مثلا مدي تقييم عالي ودول مدينه تقييم واحد. فاكيد ان هو مختلف عنه، بس اثبتناها ايه رياضيا، اديناها بالمعادله الرياضيه. تمام. فهنقدر نقول ان الشخصين دول ذوقهم متشابه، فبالتالي اي حاجه مثلا لو ده مثلا شاف فيلم وعجبه قيمه تقييم عالي اعمل له ريكومند للتاني على طول. طب لو ده شاف فيلم تقييمه عالي برضه واداه تقييم عالي اعمل له ريكومند الاولاني على طول بالمنظر ده. فهي دي الفكره كلها. في بس نقطه صغيره جدا، نقطه صغيره جدا واحنا بنتكلم كده، ان ازاي اختار فيتشرز كويسه. ان اكيد مش اي حاجه عندي تعتبر فيتشر، اكيد مش اي حاجه تعتبر فيتشر. يعني مثلا مش معنى مثلا ان هو اداله تقييم كويس يبقى هو حلو. ممكن كل الناس مديله تقييم كويس، طب انا ازاي اختار كده؟ لا لازم اختار فيتشرز كويسه، عشان انا عندي فيتشرز كتير، فانا محتاج اطلع اهم فيتشرز فيهم. وده جزء مهم جدا من الماشين ليرنينج، ان انا من كل الفيتشرز اللي عندي دي اختار الفيتشرز الكويسه بس. فازاي اختار فيتشرز كويسه؟ الفيتشرز الكويسه ليها معلومتين كده، ليها نقطتين لازم يعني يكونوا موجودين فيها، اللي هم ايه؟ اللي هم بيقولوا لازم يكونوا في كورليشن عالي ما بينهم. يعني ايه في كورليشن عالي ما بينهم؟ يعني لازم يبقى في سبب منطقي ان انا اختارهم، لازم يبقى حاجات منطقيه فعلا اقدر افرق بيها الحاجات اللي عندي دي من بعض. يعني مثلا في مثال البرتقال والجريب فروت فعلا الحجم بيفرق واللون بيفرق، لكن مثلا ما قلتلكش مثلا شكلها لو مطوله شويه تبقى برتقانه، لو مبططه شويه تبقى جريب فروت، لا مالهاش علاقه دي خالص. ممكن تلاقي برتقانه مبططه، ممكن تلاقي جريب فروت مطول عادي. تمام. كذلك مثلا بالنسبه للاشخاص، مثلا ممكن اختار فيتشر وحشه، هي مثلا ان هم لو هم رجاله او ستات ما بتفرقش. ما ممكن رجاله بيحبوا يشوفوا رياضه وستات برضه بيحبوا يشوفوا رياضه عادي جدا. ممكن اختار مثلا رجاله بيحبوا يشوفوا افلام رعب وستات بيحبوا يشوفوا افلام رعب برضه، فما فيش علاقه ما بين كونك راجل او ست من نوعيه الافلام اللي انت بتحب تشوفها. دي ملهاش اي علاقه، فدي فيتشر سيئه. ده واحد من الحاجات اللي احنا لازم نراعيها في اختيار الفيتشر. في حاجه لازم نراعيها، ان الفيتشرز ماست نوت بي بايست، يعني ما ينفعش كلها تبقى في اتجاه واحد او مايله في اتجاه واحد. يعني مثلا مع ان قلت ان راجل او ست فيتشر وحشه، بس ما ينفعش اخد كله رجاله. ما ممكن مثلا الرجاله غالبيتهم بيحبوا يتفرجوا على حاجه معينه عادي. تمام. ما ينفعش مثلا لما اجي اخلي واحد مثلا يوزر يقيم مجموعه افلام، ما ينفعش اجيب له كله افلام كوميدي، ما ينفعش اجيب له مثلا كلها افلام من نفس السلسله من نفس النوع. لا لازم انوع. لان انا لو اديته مثلا افلام كوميدي وهو مثلا ما بيحبش الكوميدي كده، انا هديله تقييم منخفض. هو مثلا ممكن ما يحبش الكوميدي بس يحب حاجات تانية، يحب الرومانسيه والدراما والرعب وكده. فلا ما ينفعش ابقى منحاز او مايل لجهه معينه او لحاجه معينه، لا لازم انوع، لازم ادي من كل حته حته. تمام. تمام. فده كده. فاحنا مثلا ممكن ناخد قبل ما نخش على الريجريشن، مثلا ممكن ناخد مثال على في 2 فيتشرز كويسين كمان لحته مثلا تقييم الاشخاص الافلام. ممكن مثلا اراعي في تقييم الاشخاص الافلام مثلا هو شاف الحاجه قد ايه. تمام. يعني مثلا في ناس مثلا تشوف لك اول سيزون تقيم تقييم عالي بس ما يكملش، فده اوكي، ان معناه ان اول سيزون حلو بس مش معناه ان المسلسل كله حلو. فدي حاجه لازم اراعيها، ان مثلا هو شاف منه قد ايه، هل شاف منه سيزون او 2 او 3 او خلصوا كله او ما خلصوش. تمام. ممكن مثلا اراعي مثلا هو بيشوف قد ايه في المره. في ناس مثلا تلاقيها بتشوف 3 حلقات في المره، في ناس تشوف حلقه بعدين تقطع اسبوع بعدين تشوف حلقه ثانيه، فده اكيد له تاثير او له معنى. فدي حاجات من الفيتشرز اللي انا ممكن اراعيها في اختيار الفيتشرز لحاجه زي دي. اوكي. اوكي. نخش في ثالث نقطه عندنا في السيشن اللي هي ريجريشن.
يعني ايه ريجريشن؟ الريجريشن ده حاجه عكس الكلاسيفيكيشن تماما، او مختلف عن الكلاسيفيكيشن تماما. الكلاسيفيكيشن ان انا بكل بساطه كان عندي مجموعه كلاسز ثابته جاهزه، وانا بكل بساطه بحاول اعرف الداتا اللي عندي واقعه في انهي كلاس فيهم. ازاي يعني مثلا في مثال البرتقال والجريب فروت، انا كان معايا يا برتقال يا جريب فروت، بحاول اعرف انت انهي واحد فيهم بكل بساطه. تمام. مثلا في مثال الاشخاص، مثلا انا يعني ما كانش عندي جروب واضح، بس مثلا انا كنت موزع اليوزرز عندي في جروبس. عارف مثلا ان في جروب بيحب يشوف افلام الرعب والاكشن والكوميدي، فبيحب يشوف الحاجات دي. في جروب تاني بيحب يشوف الدراما والرومانسيه وكذا، بيحب يشوف الحاجات دي وهكذا. فانت لما تجيلي كيوزر جديد، انا مش بحاول اعرف انت بتحب ايه، لا انا بحاول اعرف انت تبع انهي جروب فيهم، عشان انت اكيد تبع جروب فيهم. تمام. تمام. الريجريشن بقى مختلف. الريجريشن ان انا عندي جروبس كتير قوي، او مجموعات كتير قوي، او نتائج كتير قوي ممكن تطلع. فانا مش بحاول اعرف انت تبع انهي نتيجه ممكن تطلع، لا بحاول اتنبأ بالنتيجه اللي هتطلع نفسها. تمام. تمام. تعالى نشوف عليه مثال. المثال بيقول لك ايه؟ المثال بيقول لك نفس الريكومندر سيستم، بس انا مش بحاول اعرف انت كيوزر بتقع في انهي جروب، لا بحاول اعرف انت كيوزر هتقيم الفيلم تقييم كام. فاحنا معانا فيلم اهو ومعانا يوزر اهو، عايزين نعرف اليوزر ده هيقيم الفيلم بتقييم كام. احنا اوريدي معانا اليوزر وعارفينه وحاطينه في الجراف وكده، فاحنا عايزين نعرف هو هيقيمه كام. فممكن نعمل ايه؟ ممكن برضو نطبق نفس الكي نيرست نيبرز. ازاي؟ ان احنا في الاول كنا بنطبق الكي نيرست نيبر نعرف انت تبع انهي جروب، او انت اللي حواليك مين عشان نحطك زيهم. هنعمل نفس الفكره، بس في حته التقييم النتائج اللي تطلع ممكن تطلع كتير جدا، مش مثلا يا كويس يا وحش كده تقييمين، ممكن مثلا 1 من 5 كده في 5 جروبات. بس لا، انت بتقيم رقم، الرقم ده ممكن يطلع 1، 1.1، 1.2، 3، 4، 5، 6 لحد 2، ومن 2 2.1، 2، 3، 2.5، 2.5 و5 كده. ففي ارقام كتير جدا ممكن تطلع. فانت مش بتحاول تعرف هو هيطلع ضمن انهي واحد فيهم، لا انت بتحاول تتنبأ بالرقم اللي هو ممكن يطلعه. اللي هو بدل ما تقول هو اللي حواليه كلهم مقيمين 3.5 فهو هيقيم 3.5، لا مش بعمل كده. انا بشوف اللي حواليه كلهم مقيمين قد ايه، واخد افريج وبديه له هو. كده انا بتنبأ بالقيمه بتاعته. وهنشوف عليها مثال تاني عشان اوضحها اكتر. اوكي. اوكي. فانا هعمل ايه؟ هطبق نفس الكي نيرست نيبر، ان انا هشوف الناس اللي حواليا مقيمه كام. هلاقي مثلا ان ايه، ان انا مثلا الجماعه اللي حواليا في منهم مثلا ايه 2 مقيمين 5، 2 مقيمين 4، ده لو انا خدت 5 اشخاص حواليا. 2 مقيمين 5، 2 مقيمين 4، وواحد مقيم 3. فانا لو خدت كل ده ضربته في الخلاط طلعت افريج، هلاقي ان الافريج بتاعي كام؟ 4.2 من 10. فده التقييم اللي انا اتوقع ان الايه الشخص اللي انا اخترته ده هيقيمه للفيلم ده. تمام. تمام. طيب ده مثال صغير، ممكن مش افضل مثال في الدنيا، ففي مثال تاني احسن من كده بكتير. المثال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بص يا سيدي، انت دلوقتي فاتح مخبز. تمام، فاتح مخبز، وكل يوم بتخبز عيش جديد من الاول وجديد. تمام، ما بتبيتش عيش عندك خالص. فانت بتحاول انك تقلل العيش المهدر، ما بتحاول انك ما ترميش عيش، لان انت كل يوم في اخر اليوم بترمي عيش. فانت بتحاول تعرف انا محتاج اعمل قد ايه عيش النهارده، وتعمل على قده بالظبط. تمام. طبعا انت ما تقدرش تتنبأ بيها بالظبط يعني، بس بتحاول تتوقع. تتوقع ده ازاي؟ انت عندك مجموعه فيتشرز انت اخترتها. ايه هي الفيتشرز دي؟ الفيتشرز دي مثلا ان انت بتعمل ايه، ان انت مثلا بتشوف النهارده هل هو الجو فيه عامل ايه، هل هو الجو جميل ولا الجو وحش. لو كان الجو وحش بتدي له 1، لو كان الجو جميل جدا 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 بتدي له 5. وعندك ما بينهم بقى من 1 لحد 5، 1 2 3 4 5. اوكي. في عندك حاجه كمان انت لاحظتها، لاحظت ان اليوم اللي بيبقى فيه اجازه سواء عطله رسميه او نهايه اسبوع بيبقى يوم كويس بتبيع فيه اكتر، فبتحاول تزود الانتاج فيه. ولو كان يوم في نص الاسبوع لا بتحاول تقلل فيه. اوكي. في حاجه كمان برضو لاحظتها، ان لو كان اليوم فيه ماتش مهم فبرضو الانتاج بيزيد او المبيعات بتزيد. لكن لو اليوم ما فيهوش ماتش مهم، لا المبيعات بتقل. فانت دلوقتي جمعت ايه شويه داتا. الداتا دي شكلها عامل ازاي؟ الداتا دي شكلها عامل زي ما انت شايف قدامك كده. الداتا دي بتقول مثلا ان انت ايه، ان انت لما كان يوم حلو جدا وكان اجازه وبس ما كانش فيه ماتش عملت بتاع 300 رغيف او بعت 300 رغيف. تمام. لما كان اليوم وحش جدا بس كان اجازه بعت 75 رغيف. لما كان اليوم حلو الى حد ما وحلو بشكل كويس يعني، لكن مش اجازه لكن كان في ماتش، بعت 200 رغيف. لما كان اليوم حلو لكن مش اجازه ولا ماتش، بعت 150 رغيف. لما كان اليوم وحش ولا اجازه ولا ماتش، بعت حوالي 50 رغيف. تمام. تمام. طيب، فدي الداتا اللي عندك اللي موجوده قبل كده. انت دلوقتي بقى جاي تبص على النهارده، انت بتحاول تعرف انا النهارده هعمل كام رغيف. فانت رحت مجمع داتا النهارده. داتا النهارده كام؟ داتا النهارده ان النهارده يوم حلو فاديته 4، ان النهارده يوم اجازه فاديته 1، ان النهارده مفيش ماتش فاديته 0 في حته الماتش. تمام. طيب، فدلوقتي اهو معاك 3 حاجات، فده ممكن تمثلهم على احداثي ثلاثي الابعاد. طبعا ثلاثي الابعاد صعب الرسم يعني فمش هنرسمه، بس ممكن تتخيلها ان انا همثل الكلام ده على ايه احداثي ثلاثي الابعاد.
طيب في الاحداث ثلاثي الابعاد ده انت مثلته ومثلت الداتا اللي قبل كده، فاضل انك تعمل ايه؟ فاضل انك تجيب المسافه ما بين النقط وبعض، ما بين النقط وبعض، لا ما بين النقط والنقطه اللي انت عايز ايه تشوفها دي. فانت عملت المسافه كده، لقيت ان ايه؟ لقيت ان اقرب اربعه ليك، انت كنت واخد الكي بتاعتك باربعه، فالكي نيرست نيبر او الاربعه نيرست نيبر ليك هم النقطه A ونقطه B ونقطه D ونقطه E، دول اقرب نقط ليك. فانت تروح عامل ايه؟ تروح واخد النتيجه اللي قدامهم، اللي هو انت عملت كام رغيف في الايام دي، وتعمل له افريج. فلما عملت كده وطلع لك الافريج كام؟ طلع لك الافريج بتاعك 218 رغيف فاصله 75، اللي هو حوالي 213 رغيف. فانت بناء على الداتا السابقه بتاعتك وبناء على الاحداثيات اللي انت اخترتها والفيتشرز اللي انت اخترتها، كان المطلوب منك انك تعمل 219 رغيف النهارده. تمام؟ دي مجموعه فيتشرز انت ايه اخترتها بنفسك، وده ايه؟ دي الحسابات بتاعتك اللي طلعت لك النتيجه دي. تمام؟ طبعا احنا ممكن نعدل على الكلام ده بشكل كبير جدا. ممكن اول حاجه ان احنا ناخد داتا اكتر، لان الداتا الموجوده دي قليله جدا. تمام؟ ممكن نراعي فيتشرز اكتر. فيتشرز اكتر مثلا زي ايه؟ ممكن نراعي مثلا فيتشرز مثلا ان في ايام معينه في الاسبوع لوحدها المبيعات بتزيد، زي مثلا اول اسبوع، مثلا اول اسبوع تلاقي الناس كلها نشيطه ونازله وعايزه تفطر من بره وبتاع، فتلاقي مثلا المبيعات بتزيد، اللي هو مثلا يوم الايه؟ الحد او الاثنين عند الاجانب. في مثلا ايام تانية مثلا اللي هو ايه؟ مثلا اللي هو انت بتكون عامل اعلان في الجورنان، او الجورنان لسه نازل فالاعلان بتاعك ظاهر، فهل انت ساعتها ممكن المبيعات بتزيد يوميها ولا لا؟ دي كلها فيتشرز ممكن تاخدها في الحسبان عشان تعرف هل انا محتاج اعمل اكتر ولا لا. اوكي. اوكي. فبعد ما شفنا المثال ممكن نرجع لتعريف الريجريشن والكلاسيفيكيشن. ممكن نقول كده ان الكلاسيفيكيشن هو ان انا بكاتيجورايز الحاجه الى واحد من الجروبس الموجوده عندي، اللي هو انا عندي عدد جروبس محدد، مش بقول ان هو شويه ولا كتير، لا بقول ان هو محدد. فمثلا عارف ان هم 10 12 20 100، فانا بحاول اكاتيجورايز الحاجه بتاعتي ضمن واحد من الجروبس دي. لكن انما الريجريشن ان انا بحاول اتوقع رقم، الرقم ده ممكن يكون اي حاجه وسط الارقام. تمام؟ مثلا ممكن ناخد مثال تاني على الريجريشن، ان انا بحاول اتوقع زي ما شفنا عدد الرغيف فطلع لي فيك كسور عشريه كمان. ممكن مثلا ان انا اتوقع سعر عربيه، سعر بيت، سعر حاجه، ممكن مثلا اتوقع رقم معين، اي حاجه ممكن اتوقع. تمام؟ تمام. اخر حاجه عندنا في الفيديو بتاع النهارده هي مور ماشين ليرنينج الجوريزمز. هنتعرف على بعض الجوريزمات الماشين ليرنينج التانيه ونشوف استخداماتها ايه، بتستخدم في ايه. طيب تعالى كده نبتدي باول الجوريزم عندنا اللي هو ايه؟ الاو سي ار. الاو سي ار ده اللي هو اختصار لاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. يعني ايه اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن؟ يعني انت دلوقتي ككمبيوتر، الكمبيوتر بيحاول يفهم ايه؟ بيحاول يفهم الكاركترز، بيحاول يفهم التكست والارقام، سواء كان التكست ده مطبوع او مكتوب بخط الايد. دي حاجه الكمبيوتر يقدر يعملها. يقدر يعملها ازاي؟ يقدر يعملها ان هو بكل بساطه بيحاول يتعرف على التكست. فتعالى كده نشوف بيتعرف على التكست ازاي. اول حاجه في حته الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن بنعمل خطوه ممكن ما نكونش عملناها في اللي فات، في اللي هو الكلاسيفيكيشن بتاعنا او الكلاسترنج بتاعنا، اللي هو ايه؟ اللي هو بنعمل خطوه تريننج. يعني ايه بنعمل خطوه تريننج؟ لان انا عندي التكست اشكاله ثابته وواضحه، فانا ممكن بكل بساطه اروح موري للكمبيوتر تكست كتير، واقول له مثلا شايف ده حرف تي، ده حرف ار، ده حرف اكس، ده حرف واي، ده رقم واحد، ده رقم ثلاثه، ده رقم خمسه. تمام؟ بعرفه الحاجات دي بحيث ان هو يتدرب عليها، يعرف اشكالها عامله ازاي. طبعا بوريه له باكتر من شكل وباكتر من نوع وباكتر من خط، عشان ياخد فكره، مش يحفظ، لا ياخد فكره عن الثلاثه شكلها عامل ازاي، والخمسه شكلها عامل ازاي، والتي شكلها عامل ازاي، والكيو شكلها عامل ازاي وكده. تمام؟ بقعد اوريه صور كتير للتكست. تمام؟ بعد كده لما اخلص اروح مثلا مديله صفحه تكست، صوره كده، صوره لمجموعه تكست، مثلا صوره ممكن اديله يافطه، صفحه من كتاب، خط، كتابه خط ايد وكده، هو يتعرف عليه. تمام؟ طيب الالجوريزم اللي بيعمل اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن ده بيتعرف على ايه في الخط؟ ايه الفيتشرز اللي موجوده في الخط؟ الفيتشرز اللي موجوده في الخط او اللي موجوده في معظم الصور عموما هي بتبقى حاجات واضحه، بتبقى يا اما نقط، يا اما كورنرات، يا اما كيرفات، يا اما خطوط. فهو بيحاول يتعرف على الكيرفات والخطوط والنقط اللي موجوده في التكست، لان دي الحاجات اللي بتميز التكست. يعني مثلا لو تشوف مثلا حرف الاو دي كيرفات، السي ده كيرف، الار ده خط وفي كيرفين. عندك مثلا حاجه زي الاي مثلا فيها خط ونقطه، فهو بيتعرف الحاجات دي، بيعرف مثلا ان لو كان عندي كذا لاينز وكذا كيرفات وكذا بوينتس بالشكل ده، فاذا ده حرف اي، ده حرف اكس، ده حرف اي، ده حرف تي، وهكذا. بيحاول يتعرف على ايه؟ على الكلام ده. تمام؟ طبعا ده مش الالجوريزم الوحيد اللي بيشتغل بالطريقه دي، في الجوريزمات كتير فيها ريكوجنيشن عموما، زي مثلا زي سبيتش ريكوجنيشن، ان الحاجات اللي بتعرف على الكلام بتاعي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل نفس الطريقه، انها بتعرف تاخد الكلمه وبتحاول تشوف الكلمه دي عباره عن ايه، وبتحفظها انها يعني ان الكلمه دي بتساوي كذا في الديكشنري بتاعها. زي مثلا زي الفيس ريكوجنيشن، زي مثلا لو انت عندك تليفونك مثلا بيفتح ببصمه الوش، او لو انت مثلا نشرت صوره ليك انت واصحابك على فيسبوك مثلا، فتلاقي فيسبوك لوحده بيرشح لك مثلا هو مش ده فلان ولا ده فلان. هو عارفهم منين؟ عارفهم من ان هو بياخد صور الناس دي بيتدرب عليها، بحيث ان هو لو يشوفها في اي حته بعدين يقدر يعرف بكل سهوله ان ده فلان وده فلان. ليه؟ من مزايا وشهم. وشهم مثلا في كيرفز وفي لاينز وفي شكل معين، في نمط معين هو ما عارفه، فايه فيقدر يقارن او يعرف ان ده هو وش ده وده هو وش فلان بكل بساطه.
طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجه اسمها السبام فلترز. السبام فلترز دي بتكون موجوده على اي ايميل بروفايدر انت بتستخدمه، مثلا سواء جيميل، اوتلوك كده. لان انت اكيد بتحط ايميلك في حاجات كتير، مثلا في مواقع كتير تطلب منك الايميل، او تطلب منك مثلا اعمل ساين ان بالايميل بتاعك او كده، فبياخدوا الايميل بتاعك، بياخدوه يعملوا بيه ايه؟ هما بياخدوه عشان يخلوك تساين ان فعلا، عشان يتعرفوا ويتاكدوا انك شخص حقيقي فعلا. لكن برضه بياخدوه يقدروا يبعتوا لك عليه ايه، رسائل وعروض وتخفيضات، وتعالى جرب واشتري المنتج وعاملين تخفيضات وشوف منتجاتنا ومش عارف ايه مش عارف. فانت اكيد واحد شخص مهم، عامل ايميل لرسائل البيزنس، رسائل من صحابك من زمايلك في الشغل، حاجات مهمه بتاع، مش فاضل كل الكلام ده. فاصلا معظم الكلام ده ما بيظهرش عندك على البروفايل بتاعك، او ما بيظهرش عندك على الميل بتاعك، هتلاقيه في حته اسمها السبام. طب هو بيروح السبام منين؟ بيروح السبام ان في سبام فلتر محطوط على الميل بتاعك، هو بيقرا اي كلام داخل كده، يقعد يبص يقول لك ده كلام مهم، فيدخل على الايه، الميل على طول. طب ده كلام شكله مش مهم، فيروح موديه على السبام على طول. فانت لو فتحت الميل بتاعك، الجيميل بتاعك مثلا، هتلاقي كده حته اسمها سبام، هتلاقيها كلها عروض وحاجات مش مهمه، حاجات انت ما بتفتحهاش اصلا. اللي هو مثلا انت مره دخلت محل ملابس مثلا، قالوا لك هات الميل، فتديهم الميل، فتلاقي كل السبام ده عروض من محل ملابس ده، ان تعالى اشتري وتعالى، وتخفيضات الصيف وتخفيضات الشتاء وتخفيضات الخريف ومش عارف عاملين خصم كام وكده. انت مش عايز تعرف الكلام ده، انت عامل الميل الحاجات المهمه، حاجات مثلا اناونسمنتس كليه، اناونسمنتس الشغل، اناونسمنت مثلا لو في حاجه مهمه من حاجه انت مستنيها فعلا. لكن انت مش محتاج تشوف كل ده، فعشان كده السبام فلتر موجود. طب السبام فلتر بيشتغل ازاي؟ السبام فلتر بيشتغل ان احنا بندربه اهو، ان احنا ازاي بنفلتر الايميلات اللي احنا مش عايزينها. بندربه على مجموعه ايميلات كتير جدا، بنديله جمل كتير جدا، بس الجمل دي بتبقى ليبلد. يعني ايه ليبلد؟ يعني احنا معرفينه ان ده سبام وده مش سبام، ده سبام وده مش سبام، وده سبام وده مش سبام. تمام. فمثلا في حاجات من السبامز المشهوره جدا، يعني اللي هو مثلا ايه، ربحت معانا مليون جنيه، في واحد بيبعت لك مليون جنيه، في مش عارف تعالى استلم المليون جنيه بتاعتك، ممكن تربح جوائز مليون جنيه. فكلمه مليون دي لما تطلع في ميل وانت يعني شخص متوسط الدخل، اكيد 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 تبقى سبام. فايه اللي بيحصل؟ فاحنا لما ندرب موديل مثلا على مجموعه ايميلات كتير، ويشوف كلمه مليون كتير ويشوف قصادها كتير سبام، يعرف ان كلمه مليون دي كلمه سبام. هو بيعمل ايه؟ هو بياخد الكلام التكست، بيقطعه، وبيشوف الليبل اللي قصاده، وبيقعد يشوف الكلام المتكرر قصاد كل ليبل. فمثلا قصاد كلمه سبام هيشوف كلمه مليون دي كتير قوي، فيعرف انها سبام. فلما يجي لك مثلا ميل جديد انك مثلا اكسب معانا جوائز بمليون جنيه، هيعرف ان ده سبام ومش هيعملها لك اصلا. لكن مثلا لما يشوف مثلا حاجات تانية مثلا ليها علاقه بالشغل، اللي هو التاسكات فين، اللي هو في اجتماع بكره مش عارف ايه، لا الحاجات دي هيدخلها لك على طول. لان الحاجات دي لما شافها في الليبل داتا بتاعته او الليبل ايميلز بتاعته، عارف انها كانت داتا عاديه جدا وما كانش قصادها كلمه سبام، فعارف انها ايه، مش سبام، فيدخلها لك عادي. تمام اهو. بنستخدم معاه الجوريزم مختلف غير عن الكي ان ان، حاجه اسمها النايف بيز. النايف بيز ده الجوريزم بيحسب probability الحاجه. فمثلا انا بديله التكست وهو بيحسب probability ان التكست ده يبقى سبام او مش سبام. فمثلا لو حسب ان هو سبام، لقى مثلا 70% سبام، فيعرف ان ده شكله سبام فعلا، فيروح حذفه. طب لو لقى 30% سبام، فاكيد ان هو 70% مش سبام، فيروح مدخله. النايف بيز مستخدم بشكل اكبر بكتير في حته المالتي كلاس كلاسيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني لما دلوقتي لما بقول لك سبام ومش سبام، فدول كلاسين بس، حاجه قصاد حاجه، صح؟ فده عادي. في بقى حاجه اسمها مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، ان انا بحاول اقيم حاجه وسط 3 4 كلاسات تانيين. اللي هو مثلا آه انا مثلا معايا صوره عربيه وصوره شحنه وصوره موتوسيكل وصوره عجله وصوره مش عارف ايه، انا بحاول ادخل لك صوره وانت تقيمها لي وسط الخمسه كلاسات دول. فالنايف بيز بقى كويس جدا هنا، انت بتديها له ويقول لك مثلا انا شايف انها بنسبه 30% عربيه. 30% عربيه من وسط خمس كلاسات، ده بيبقى اعلى قيمه فيهم، فيقول لك دي فعلا عربيه. فبنستخدمه في حاجه زي كده. تمام. تمام. اخر حاجه معانا اللي هي البريدكتنج ذا ستوك ماركت. ستوك ماركت اللي هو سوق البورصه. فانت هل انت ممكن تعمل ماشين ليرنينج موديل يبريدكت الماركت بتاعك؟ في الاغلب لا، لان الستوك ماركت فيه فاريبلز كتيره جدا 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 ان حد يتابعها. ده بيبقى عايز حد فعلا دارس وفاهم. هو ما بيبقاش فيه انماط، ستوك ماركت ما بيبقاش فيه انماط قد كده، بقى عايز حد دارس وبيعرف ايه اللي بيحصل فعلا. لان هو معتمد على الاخبار، ومعتمد على الترندز، ومعتمد على الجو، ومعتمد على الحروب، ومعتمد على حاجات كتير قوي ممكن تحصل، وحاجات كتير قوي ما اقدرش ادخلها على موديل واحد عشان يعرف لي الستوك ماركت فعلا بيطلع ولا بينزل ولا ايه. فانا بالفعل ما اقدرش اعمل موديل ماشين ليرنينج بيتنبأ بالستوك ماركت. ممكن قدام، ممكن في موديلز اعقد، ممكن مثلا اعمل له مثلا نيورال نتورك مثلا تتنبأ بيه، بس في موديلز اعقد من كده هي اللي ممكن تخش في حاجه زي دي. لكن الماشين ليرنينج ما يقدرش يتنبأ بالستوك ماركت. طيب، بالمنظر ده احنا كده نكون خلصنا شابتر كام؟ نكون خلصنا شابتر 10 في كتاب جروكينج الجوريزم، اللي كان بيتكلم عن الكي نيرست نيبر، وبيتكلم عن الماشين ليرنينج، اول نظريه عن الماشين ليرنينج.
والجوريزم الكي نيرست نيبر بالتحديد واستخداماته واكزامبلز كتير عليه. فباذن الله الشابتر الجاي هنقعد نتكلم كده مع بعض سوا، نعرف وات تو جو نيكست او وير تو جو نيكست، اللي هو احنا دلوقتي خلصنا كتاب جروبنج الجوريزم، ايه الحاجات اللي ممكن نتعلمها زياده، ايه المواضيع اللي انا ممكن ابص عليها عشان اكبر ادراكي واعلي مستوى معرفتي بايه الالجوريزمز او بالكمبيوتر ساينس عموما. فده هنشوفه الفيديو الجاي، اتمنى يعني يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.